اللي هحكيه النهاردة مش خيال ولا قصة اتألفت علشان تتسمع. دي حكاية وحصلت بجد، وحصلت علشان الظلم أحيانا بيكسر ناس ملهمش ذنب غير إنهم طيبين بزيادة. اسمعوا الحكاية للنهاية يمكن نفهم سوا ازاي القسوة ممكن تقتل روح قبل ما تقتل جسد. في إحدى مدن الصعيد في أواخر 2011 ست اسمها أمينة جت للمكتب بتوصية من شخص عزيز. كانت ست مكسورة وشايلة هم كبير. جوزها الله يرحمه حسين كان بيحبها جدا، وكانوا بيحبوا بعض من أيام الجامعة حب نظيف وبسيط. أهله رفضوا الجوازة لأنها من المدينة وهم من الريف، فاختلاف عادات وتقاليد مش هينفعوا مع بعض. لكن حسين أصر واتجوزها غصب عنهم كلهم، وخلفوا ولد وبنت ياسر وليلى. كانت عيلة صغيرة ودافية لحد ما المرض خطف حسين فجأة والدفى اتحول لبرد. حسين كان ليه ميراث بس سايبه لاخواته طول حياته علشان يبعد عن المشاكل والوش. بعد موته أمينة لقت نفسها قدام عيال صغيرين وقدام ناس قلوبهم ناشفة. 5 سنين وهي بتطالب بحق جوزها 12 قيراط، ولا حياة لمن تنادي. الأصعب إن القسوة كانت واصلة لليلى نفسها. حكيت لي إنها كانت بتروح لعمها العيادة، كان دكتور معروف بيخليها بالساعات مستنية، ولما يدخلها يرميلها شوية فلوس كده أقل من اللي طلبته، وكأنها شحاتة مش بنت أخوه. وفي مرة لما طلبت حق أبوها قدام الناس في العيادة مدوا إيده وضربها بالقلم وطردها. القلم ده كان الشرارة. ليلى دخلت في اكتئاب شديد وتعالجت نفسيا. دخلنا القضية وبدأنا نرفع قضايا ورا بعض، وكنا قربنا نوصل لحكم عادل. سارة كانت بتقعد معايا في المكتب بالساعات تحكي، وأنا كنت بسمع من باب الإنسانية، يمكن أحاول أصلح حاجة الزمن كسرها. الخطر الحقيقي بدأ لما حكيت لي عن شاب اسمه آدم من عيلة كبيرة ومركز عالي. قلت لها تبعد عن الجوازة دي مستحيلة. ما سمعتش الكلام. الشاب شافتها وقالت لها باحتقار 12 قيراط دي اللي يجيبوا بيت دولة؟ خلصوا نفسكم وخلاص، يعني عشان تخلصوا من الوش ده بدل ال 12 قيراط اللي انتوا بتجروا وراهم ملهمش لازمة. الكلام ده بقى كسرها. ما صحتني 6 الصبح، ليلى قطعت شرايينها. لحقناها وتم إنقاذها، وتعهدت للدكتور انها تدخل مستشفى نفسي خلال 24 ساعة، ووديتها بنفسي. في المستشفى كانت بتحكي عن عالم تاني، عالم مفهوش ضيق طبقية ولا قسوة. وقفت جنبها وزرتها وكنت بجيب لها شوكولاتة، وكانت بتفرح. خرجت بعد شهر، رجعت لحياتها لحد اليوم الأسود، اليوم اللي كل حاجة انتهت فيه. ليلى جت المكتب وانا مش موجود، وسابت ظرف ومشيت. الموبايل كان مقفول، ولما فتحته لقيت مكالمات كتير من امها. وفي نفس اللحظة رئيس المباحث قال لي تعالى بسرعة، في مصيبة. ليلى راحت لعيلة عمها، رفض يقابلها، دخلت عليه بالقوة وهي منهارة. راح ضربها بالقلم تاني. المرة دي ليلى مسكت مشرط وضربته وهربت لعوامة في النيل. الوتر حاول يمنعها لكن كانت قررت. سابت شنطتها وجاكيتها ونطت. في شنطتها لقوا بطاقتها وكروت المكتب بتاعي. افتكرت ضحكتها وهي بتقول هقول للناس ده احسن محامي عرفته. النهاية وقفت على كوبري لحد الفجر، حاسس النيل خد حتة من قلبي. بعد يومين لقوا الجثة. اضطريت اروح المشرحة واشوفها لاخر مرة، ومن ساعتها بيجيلي الكابوس اللي مش بيروح. 13 سنة عدت، جبت حقها وحق امها واخوها، فلوس هتبنى بيها مسجد. بس هل روح ليلى ارتحت؟ مش عارف. يمكن عشان لسه الظلم مرتحتش. انا بس عايزة انام من غير كوابيس، عايزة اعيش طبيعي. الظلم ملوش صوت بس ليه ظل بيمشي ورانا العمر كله. ليلى ما ماتتش غرقانة في النيل، ليلى ماتت غرقانة في قسوة القلوب. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتضغطي لايك وتكتبي تم عشان اعرف ان انت مهتمة وانزل باقي القصص.